هو احنا ليه ما بقيناش ننام زي الأول؟ رجعت من شغلك ميت من التعب، حطيت راسك على المخدة وقلت خلاص هنام لحد ما اشبع، وبمجرد ما تطفي النور تلاقي مخك شغل وردية تانية تفرك يمين شمال، جسمك مهدود بس عقلك صاحي ومفوق. تفتكر موقف انتهى من 3 أيام فاتوا، تراجع محادثة قديمة في خيالك، تفكر في يومك بكرة هيمشي ازاي، في حاجة نفسك تعملها بقالك سنين وقررت تلاقي لها حل دلوقتي حالا، وفجأة تلاقي نفسك بتبص في الساعة وتقول هو أنا لسه صاحي ليه؟ الغريب إن جسمك محتاج النوم جدا لكن دماغك لأ. زمان كان السرير معناه إن اليوم خلص، دلوقتي السرير بقى مكان نراجع فيه حياتنا كلها. احنا مش بس بننام متأخر، احنا بنوصل للسرير وعقلنا لسه متعلق في اليوم اللي خلص بالفعل. طول اليوم بتدخل على موبايلك تشوف فيديو، ترد على رسالة، تنقل من حاجة لألف حاجة، ومخك نادرا ما بياخد لحظة هدوء حقيقية. وبعدين فجأة تلاقي الساعة 1 بالليل، تقول لعقلك يلا نام حرام عليك، فتستغرب لما مخك يقولك طيب ومديرك اللي هزقك، طيب وخطيبتك اللي زعلانة منك، طيب يا ترى البطريق بيولد ولا بيبيض، ما تسأل شات جي بي تي كده خلينا نعرف. وتلاقي نفسك غرقان في بحر من الأسئلة التافهة اللي ملهاش أي معنى. وعشان كده المشكلة أحيانا مش إنك تعبان، المشكلة إنك تعبان جسديا لكن دماغك لسه في وضع التشغيل. والأغرب إنك كل ما تحاول تجبر نفسك على النوم الموضوع ممكن يسوء أكتر. تقول لنفسك لازم أنام دلوقتي علشان عندي شغل الصبح، لازم تنام دلوقتي، تبص للساعة تلاقي الساعة 1:30، تبدأ تحسب لو نمت دلوقتي هنام 5 ساعات ونص، لو ما نمتش خلال 10 دقايق هينقص منهم شوية، وهكذا وهكذا وهكذا. وفجأة النوم نفسه يتحول لمهمة لازم تنجح فيها. وهنا تبدأ المشكلة، لأن النوم مش زرار بتدوس عليه، النوم بيجي لما تقلل الاستثارة وتسيب جسمك وعقلك يدخلوا في حالة هدوء. لكن احنا مش بنعمل كده، احنا بنعمل العكس تماما. شاشة في وشنا، اخبار، فيديوهات، رسائل، شغل، تفكير، مقارنة، بعدين مستغربين ليه عقلنا مش عايز يهدى. عشان كده ممكن تكون طول اليوم بتحلم باللحظة اللي هتحط فيها راسك على المخدة، ولما توصل لها تكتشف انك اخيرا بقيت لوحدك مع دماغك، فتبدأ كل الافكار اللي كنت مأجلها طول اليوم تظهر مرة واحدة، مش لان المشاكل ظهرت بالليل، لكن لان الضوضاء اختفت فسمعت صوت دماغك بوضوح. وعشان كده احيانا مش محتاج تحاول انك تنام اكتر، انت محتاج تتعلم ازاي تخرج من اليوم قبل ما تدخل للسرير. لان السرير مش المفروض يكون المكان اللي تبدا فيه التفكير في حياتك، المفروض يكون المكان اللي اخيرا توقف فيه التفكير وترتاح. وفي النهايه يمكن المشكله مش اننا ما بقيناش نعرف ننام، يمكن احنا ما بقيناش نعرف ازاي نحط دماغنا على وضع الصامت وننام. ولو بتعاني من نفس المشكله دي اقفل موبايلك دلوقتي ونام، بس سيب لي كومنت الاول قول لي انت نمت كده امتى امبارح، ولو عايز تفهم اكتر عن نفسك تابعني ومش هتندم.